السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فاتي كوكينج. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا درت قلب اللوز، وباش نبدل شويه درتهم في قوالب تاع الطمينه. وصفه ناجحه، برك تبعوا مليح طريقه التحضير. بسم الله نبداو. في جفنه ندير 500 غرام سميد يكون خشين خاص بالقلب اللوز، ونزيد نص ملعقه صغيره لافاني ونص ملعقه صغيره تاع الملح. نخلطهم ونضيف 250 غرام سكر. نكمل نخلط مليح وندخل هذاك السكر في السميد، ونضيف 100 غرام مارغرين دايبه وتكون بارده، ونبسس مليح سميد بهذه الطريقه كي شغل راني نخدم في الطعام. ونزيد ملعقه كبيره تاع المزهر، نكمل نبسس بهذه الطريقه. من بعد نغطيه ونخليه يرتاح على الاقل 6 سوايع. وانا دايما نغطيه بكيس بلاستيكي ونزيد من الفوق طرشون باش ما يدخلش كامل الهواء. ونروح نحضر الشربات. في كاسرونه ندير 250 غرام سكر بني، واذا ما عندكمش ديروا سكر عادي. ونزيد لتر تاع الماء ونحركو شويه ونديرو فوق نار متوسطه. كي يبدا يغلي نحسب 10 دقائق، ونزيد له فنجان تاع مزهر ونطفي عليه. وبعد ما جازو 6 سوايع نبدا نشمخ في السميد بنص كاس مزهر على دفعات. ونبقى نحك فيه مليح بهذه الطريقه بين 15 الى 20 دقيقه. واذا عندكم بيتران تقدروا تستعملوه في هذه المرحله. في هذه الحاله 5 دقائق يكفوكم. وتبقاو تخدموا فيه حتى تشوفوا السميد بدا يتعسل وتتشكل لنا هذه الكره. هنا خلاص ما عندها سميد، راه واجد. ومن بعد نجيب ليمول، هذو لي موالفين نديرو فيهم طمينه ونعمرهم، بصح ما نعمرهمش مليح لانه راح يطلعوا في الكوشه وكي نشربهم ثاني. ونزينهم بحبات لوز نكون درتهم في الماء من قبل باش ما يتحرقوش في الفور. وندهنهم بالسمن يكون ذايب، ونديرهم يطيبوا في فرن مسخن من قبل على 180 درجه. وكي نشوف الاطراف تحمروا نشعل الفور من الفوق حتى يتحمروا لنا مليح. هنا بعد ما طاب قلب اللوز تاعي نجي نسقيه مباشره وهو سخون بشربات بارده. وضروري نرجعوه للفور ويكون طافي بصح مازالو سخون. نخلوه يبرد على الاقل 6 سوايع، ومن احسن تخلوه ليله كامله. كما راكم تشوفوا قلب اللوز تاعنا جاي شهي. دوك تشوفوا معايا كيفاش جا من الداخل. جا طري ومعسل. ننصحكم كامل تجربوه. وقبل ما نكملوا الفيديو ما تبخلونيش بجام والاشتراك في القناة باش تشجعوني للمزيد. وتقدروا ثاني تتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي. ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.